يا ترى كام واحد فينا دلوقتي وهو ماسك تليفونه في ايده حس فجأة ان في حاجة ناقصاه؟ مش نقص فلوس ولا نقص شغل، ولكن نقص احساس، نقص في حلاوة زمان. دايما بنقول يا سلام على ايام زمان، بس ليه بنقول كده؟ هل هو بس عشان احنا كنا صغيرين، ولا عشان التطور سرق مننا حاجة كنا فاكرين انها هتفضل موجودة للأبد؟ النهاردة مش جايين نزعل على اللي فات، احنا جايين ندور على الأصول اللي اتبنت عليها بيوتنا وعلاقاتنا. اللي حصل إننا كنا فاكرين إن الدنيا لما تتطور هتقربنا من بعض أكتر، لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. وسائل الاتصال بقت أسرع، بس علاقتنا بقت أبعد وهش أكتر من الأول. بقى سهل قوي إنك تكتب لحد في تعليق بسيط ربنا معاك، وصعب قوي إنك تمسك تليفونك بجد وتسأل عليه أو حتى تروح له بنفسك وتطمن. هي دي بالظبط الحكاية اللي عايزين نحكيها النهاردة. أول حاجة ضاعت مننا، أو يمكن إحنا اللي ضعنا منها، هي البركة. زمان كانت ورقة الفلوس حجمها أكبر من دلوقتي، بس الأهم من حجمها هو إن قيمتها في السوق كانت كلها بركة. الجنيه كان جنيه بجد، كان ممكن مصروفك الصغير يشتري لك حاجتين 3 وتفرح بيهم، ما كنتش بتحس إن الفلوس بتطير من إيدك زي ما بيحصل دلوقتي. والحقيقة للأسف إن البركة مش بس كانت في الفلوس، ده كمان الوقت كان كله بركة. كان اليوم بيقضينا، ما كانش في ضغط إنك لازم ترد على كل إيميلاتك أو حتى تتفرج على كل جديد بينزل على الإنترنت. كان في وقت للشغل، وقت للمشاوير، والأهم إن كان في وقت لينا إحنا، وقت عشان نقعد مع بعض على نفس السفرة ونقعد نضحك، وقت نسأل فيه على جارنا اللي ما شفناهوش بقالنا 2-3. دلوقتي كل حاجة بقت سريعة، بنحس إننا بنجري في سباق ملوش خط نهاية. الوقت بقى ضيق قوي علينا، عامل زي التيشيرت كده اللي بيقدم عندك وتيجي تلبسه تلاقيه بقى ضيق ومش داخل فيك أصلا. إحنا للأسف نسينا نقفل أشغالنا ونقفل التليفون عشان نفتح قلبنا. لما كان في وقت كان في أصول بجد، كان في جدعنة بجد. فاكرين لما كنا بنتجمع بعد المدرسة عشان نشتري الكتاكيت الملونة اللي الراجل كان بيبيعها لنا قدام المدرسة؟ كنا ساعتها شلة واحدة فعلا، حتى أيام خناقات الشلة البريئة كنا دايما سند لبعض. هي دي كانت الجدعنة اللي بجد، جدعنة حقيقية مجهودها عضلي مش إلكتروني. فين أيام التليفون الأرضي بقرص بتاع زمان اللي كلنا اتربينا عليه؟ حتى الأرقام اللي كانت مكتوبة عليه كانت مكتوبة بالعربي، وكان اسمه تليفون المصلحة. ده اللي كان بيقربنا بجد. كنت تلف القرص وتفضل مستني. الانتظار ده في حد ذاته كان فيه قيمة. لما التليفون كان بيرن كنت بتعرف ان اللي بيتصل ده محتاجك بجد او عايز يطمن عليك بجد. الجدعنة دلوقتي للأسف بقت اونلاين. اول ما تنزل صورة عندك او مشكلة بتلاقي آلاف اللايكات والتعليقات، لكن وقت الجد، وقت المشكلة لما تحصل بجد، بتمسك تليفونك عشان تطلب حد يساعدك، للأسف كله بيطير، كله بيختفي. وهو ده الفرق بين الصحبة بتاعت الشاشات وصحبة الأصول. الأصول هي اللي بتثبت وقت الشدة. حلاوة زمان مش إن الزمن كان أحسن، حلاوة زمان إن كنا إحنا الأحسن. كنا بنعرف نتبسط بالحاجات البسيطة، بنعرف نتلم حوالين التلفزيون بتاع زمان اللي كان كل اللي بيعرضه 2-3 ويدوب فيلم أو فيلمين. ما كانش لازم كل واحد فينا يبقى ليه عالم مخصوص بيه. كنا بنعرف ندي قيمة للانتظار وللسؤال على بعض وللجدعنة اللي كانت بتكلفنا بجد مشاعر ومجهود كنا بنبقى مبسوطين واحنا بنعملهم. البركة للأسف ضاعت عشان احنا اللي انشغلنا عنها. ممكن دلوقتي وانت بتسمع الحلقة دي وبتسمع كلامي تاخد نفس جامد قوي، تقفل أي حاجة من مواقع التواصل الاجتماعي حواليك وتفكر في حد من صحابك بتوع زمان.
تتصل بيه بجد، اطمن عليه، مش مجرد ان انت تبعت له رسالة. البركة موجودة، بس محتاجة حد ينادي عليها عشان ترجع تنور بيوتنا وحياتنا من جديد. زمان كانت البركة في ورقة الجنيه الكبيرة والوقت اللي بيقضينا بجد زي ما قلنا، والتليفون أبو قرص اللي كان بيقربنا فعلا بالعافية حتى لو احنا مش عايزين. دلوقتي للأسف بقينا أونلاين طول الوقت، بس أوفلاين عن قلوب بعض، والجدعنة ضاعت في زحمة اللايكات اللي عمرها ما بتسند وقت الوجع. يا ريتنا ما نسيناش إن الأصل كان في اللمة والكلمة اللي طالعة من القلب مش من الكيبورد. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.